Audio Jungle. عبد الملك النصيري مساعد الأستاذ رشيد العزاوي منذ ما يزيد عن 27 سنة، ومن أبناء النادي المكناسي فرع الكاراتي، وأيضا الكاتب العام لجمعية جمعية النادي المكناسي فرع الكاراتي. حقيقة هذا الحدث يدخل في إطار ثقافة الاعتراف من مجموعة من التلاميذ القدامى والجداد اللي ارتأوا أنهم يحتفلوا بالأستاذ ديالهم، وكنعرفوا بأن النادي المكناسي فرع الكاراتي بدا من 1983، وكاين من هاد المحتفلين بالأستاذ ديالنا كاين اللي بدا طفل وحتى دابا يعني راه كتفوت على هذا الحدث فوق 30 سنة. إذن هذا الحدث جاء في واحد الإطار اللي هو يعني صلة رحيم بين هاد المكونات ديال النادي المكناسي سيك، يعني من فترات وعشرات السنين كنلقاو أن راه فوق 30 سنة. ويعني في هذه المبادرة كنشكروا فيها واحد المجموعة ديال الأسماء اللي كانت لها المبادرة الأولى، خاصة السي عبد اللطيف بن يخلف والسي علي الزهري، وأيضا السي طيب هشام، وأيضا السي عبد الرحيم والسي العربي، واحد العدد كبير، لائحة طويلة اللي يعني ارتأوا هذا الأمر. ولكن حتى المبادرة الأولى وديك الفكرة الأولى جات من الإخوان علوش، السي عبد الحفيظ علوش الله يحفظه، الأخ سي محمد، والإخوان كلهم، السي كمال، السي مصطفى، واحد العدد كبير ديال الإخوان، السي علي بن طالب، واحد العدد كبير لا يسع، وسي العلوي عبد الله، واحد العدد كبير. يعني اللائحه طويله، حيت كنقولوا مثلا فوق 30 سنه راه التكوين ديال هذه الاجيال كلهم يعني كثير بزاف. وصراحه ما احوجنا مثل هذه المناسبات باش ديك ثقافه الاعتراف والاعتراف بالفضل لاهله. وحقيقه كنوجدوا ان الاستاذ العزاوي يستاهل الاكثر من هذا التكريم، لان صراحه عطى الكثير وبواحد الفناء وبواحد نكران الذات وبواحد يعني واحد الانسان اللي طيب لواحد الدرجه لا توصف، خاصه واننا كيجمعنا هذا الفن ديال الكاراتي اللي هو يعني راه روحاني اكثر مما هو جسدي، ودار بيناتنا واحد العلاقه ديال واحد الطيبوبه وواحد العلاقه ديال واحد التلاحم عائلي حقيقه. لان الكاراتي ماشي غير رياضه وصافي، وانما خلق بيناتنا ونسج بيناتنا واحد العلاقه روحانيه عائليه، لدرجه اننا كنتلاقاو دابا وكاننا من دم واحد يعني صراحه. والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى والسي العزاوي الله يطولنا في عمره، لانه قام بالشيء الكثير. وتبارك الله هاد الابطال منهم اللي بدا ما هو يعني راه دولي، ابطال عالميين، ابطال يعني وطنيين، ابطال قاريين، ابطال افريقيا، ابطال البحر المتوسط، يعني كون تبارك الله اجيال. اضافه الى ذلك كلها تبارك الله الان راه في المركز ديالو الاجتماعي، وهذا الكاراتي باقي كيجمعنا. وهذه المناسبه ديال اليوم هي واحد المناسبه باش نتجمعوا وباش نصلوا الرحم مع كل اللي عنده علاقه بالاستاذ العزاوي، ليس فقط التلاميذ ديالو ولكن كل اللي عنده علاقه به، لانه هو شرك الخير مع الناس، كان رجل طيب، كان يعني واحد الوقيته دوزها يعني عطى الكاراتي المغربي الشيء الكثير والكاراتي الوطني. وحقيقه ما يمكن لي الا نتمن هذه المبادره ونشوف انها مبادره طيبه جدا صراحه، لانها مبادره غاليه بزاف على قلوبنا، خاصه وان الرجل يعني عطى الكثير صراحه، وباقي كيعطي الحمد لله. والرجل اللي طيب راه هذا الشيء اللي يستاهل في الحياه ديالو، ان يكونوا التلاميذ ديالو انهم يكرموه ويفرحوا به، وانهم يعترفوا بالفضل ديالو عليهم، لان صراحه الكثير مننا كلنا كنعترفوا بالفضل ديالو، لان الفضل ديالو علينا كثير ما نقدروش نعددوه، لان كل واحد عنده جانب اجتماعي، جانب انساني، جانب رياضي، جانب حتى مهني. كاين واحد العدد كبير من التلاميذ ديالو اللي حتى في الجانب المهني ديالهم يستشروا معاه بحال الاخ، بحال الاب، بحال الصديق، بحال الاستاذ، يعني رجل ديال جميع المواقف كتلقى فيه كل شيء. وانا كنتمن هذه المبادره ديال هذا التكريم اللي هو غالي على قلوبنا، ونتمنى تكرر ان شاء الله
ونتمنوا لاستاذنا طول العمر ان شاء الله والصحه الجيده والتوفيق لكل التلاميذ وكل الابطال اللي خرجوا ويتحققوا داك الشيء اللي بغاو في حياتهم ايضا ويشوفوا في استاذهم داك الشيء اللي بغاو. وشكرا لكم على هذه المبادره الجيده للقناه يوبي سبور. الله يحفظكم وشكرا لكم على هذه المشاركه وعلى هذا يعني هذا الانفتاح علينا وعلى انكم تنقلوا هذا الاحتفال ديالنا وهذه الفرحه. كنشكركم وكنسال الله لكم التوفيق والنجاح في مساركم الاعلامي والله يحفظكم. شكرا جزيلا. Audio Jungle.